السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بالنسبه للفيديو اللي كنا اتكلمنا فيه عن الطول وعن علاج معين اللي هو كان بعنوان علاج سحري للطول، تقريبا الناس ما وصلتهاش الرساله مظبوط او في حد فهم الكلام غلط، ولقيت رسائل كتير بتبعت لي ينفع ابني ياخد الدواء ده ولا لا، والجرعه بتاعته تبقى ايه. يا جماعه الرساله ممكن نوضح اكتر. يعني هنا مثلا نعتبر دردشه بندردش، فممكن نوضح اكتر شويه. الفكره ان انا بتكلم عن انه مفيش حاجه اسمها دواء سحري، مفيش علاج هجيبه واديه لابني اللي انا حاسس انه عنده مشكله في الطول فيطول. ابني لو عنده مشكله طبيه محتاجه تدخل علاجي فلازم يتفحص ويتعمل له تحليل هرمون النمو وتعمل له اشعه على كف ايده علشان نشوف البنى العمر العظمي بتاعه عامل ازاي. فده بيحتاج علاج، تدخلات علاجيه الناس اللي ماشيه فيها يعني عارفه كويس قوي قد ايه هي معقده وقد ايه هي طويله ومتابعتها رخمه. اما التطور بتاع العادي بقى اللي انا بستنى فيه طفرات النمو العاديه، او الطفل يوصل مثلا عند مرحله بدايه الطفوله بنهايه الطفوله المتاخره مثلا، يعني في طفرات عند 4 سنين، عند 8 سنين، عند البلوغ العيال فيها بتتطور جدا وبتطول بشكل مبالغ فيه. يعني انا لو ابني عنده شويه ضعف بسيط في عناصر معينه، الاكل والرياضه كافيين. العلاج اللي الناس بتتكلم عنه دلوقتي منتشر جدا، صح، ومعظم اساتذتنا بيتكلموا عنه، معظم زمايلنا بيعملوا عنه اعلان او بيتكلموا عنه. معلش انا دلوقتي ايه اللي يضمن لي؟ مفيش تجارب لسه، مفيش تجارب عمليه بتقول انه في دواء معين لما باخده شرب لمده 3 شهور بيخلي الطفل يطول فجاه ويبقى كويس جدا. هو انا لو انا نظمت اكل الطفل 3 شهور ولعبته رياضه او سباحه مثلا 3 شهور بشكل منتظم، انا اجزم لك من غير علاج يعني ان شاء الله ان الطفل ده هيطول كويس كمان بمعدلات كويسه. ده مرتبط بالنشاط الصحي. طيب انا لو خدت العلاج اللي احنا بنتكلم عنه ده او اي علاج تاني بدون ما الطفل يظبط اكله، بدون ما الطفل يعمل اي رياضه، وهيتحسن؟ خدته لمده شهر وما اتحسنش، هروح للدكتور اقول له ده انا حاسس ان مفيش اي تطور وما فرقش في الطول خالص، مفيش مثلا ولا سنتي حتى. طب نعمل ايه؟ هيقول لك برضو نفس الكلام، مفيش حاجه اسمها علاج من غير رياضه، مفيش حاجه اسمها علاج من غير تغذيه، لازم اتغذى كويس، العب رياضه كويس. الدواء ده بيسد عناصر معينه الجسم محتاجها في التغذيه. طيب هل هو مختلف بقى عن غيره؟ ممكن يكون مختلف، الله اعلم، لكن في زيه بدائل كتير جدا موجوده في السوق وباسعار برضو عاديه في المتناول. لو انت حابه تدي عرفيني في الكومنتات وانا اقول لحضرتك البدائل اللي موجوده، نقط وشراب وبسعر ارخص، مفيش مشكله. ممكن يكون ده برضو انت شايفاه كويس، جربيه، يعني ده لا يعيبه، يعني لا يعيبه ان احنا نجربه. اقصد انه فكره ان انا هدي دواء ومنتظر النتيجه السحريه ان خلاص بقى الموضوع هينتهي، لا، مفيش ضمان. وفي حاجة تانية برضو يعني أعزائي المشاهدين، احنا برضو ناس بتجتهد، ففي الصح وفي الغلط. انا لما اجي اقدم لك منتج، ده جزء زي ما قلنا، جزء من الاعلان، يعني جزء من الاعلان عن المنتج. هم الناس ما شاء الله عليهم يعني عملوا باكجنج حلوه وعملوا صرف كويس جدا في الدعايه والاعلان، واساتذه كبار يعني مؤثرين في المجال بيتكلموا عن الدواء. هنشوف النتائج، واحنا نتمنى ما حدش يكره ان يبقى في دواء لوحده كده مؤثر بشكل كبير جدا في تطور النمو، يحل مشاكل النمو عند الاطفال والطول والحاجات دي. لكن السوابق كلها والدراسات كلها، كل حاجه بتؤكد ان الموضوع ما بيمشيش كده. بيمشي تغذيه كويسه جدا، بيمشي رياضه كويسه جدا، بنستنى فترات بيطول فيها الطفل بشكل تلقائي وعفوي بدون تدخلات علاجيه. لو الطفل ده كويس طبيعي وما هوش محتاج فعلا تدخلات علاجيه، ممكن عند مثلا تتاخر سنه سنتين ثلاثه، لكن فجاه انت دلوقتي، خلينا برضو احنا يعني مش صغيرين، انت حضرتك بتشوف او حضرتك بتشوفي اطفال صغيرين تغيب عنهم سنه سنتين تيجي تلاقيهم بقوا رجال، يعني بقوا رجاله حرفيا فعلا يعني. فده يعني مش جديد. نأمل ان الرسالة توصل بس للناس صح. ما احنا بنقولش على اي دواء ان هو غلط او لا، طالما هيئة الدواء عندنا اقرت بيه فهو طبعا دواء صالح ودواء كويس. النتائج بقى دي مرهونة بالتجارب، هنشوف ان شاء الله، نتمنى يعني. بس كل اللي يهمني ان انا اوصله لك بس من الرساله بتاعتي، سواء الفيديو ده او الفيديو اللي قبله، ان مفيش حاجه اسمها دواء سحري، ما اعتمدش عليه. الحاجه التانية ما ينفعش ترمي بس ان هو الشماعه ان انا بدي العلاج ومفيش فايده، لا، تغذيه كويسه دي اهم حاجه. ياكل كويس، بروتين كافي زي ما قلنا، فاكهه وخضار ورقيات، نبعد عن المواد الحافظه خالص. الحاجه التانية الرياضه منتظمه، واحنا داخلين يا جماعه على الصيف اهو، فرصه كويسه جدا للرياضه المنظمه.
رياضه بقى ايا كان، طبعا من اهم الرياضات والمتاحه بتبقى اكتر في الصيف السباحه، كويسه جدا جدا لكل عضله في الجسم، وبتساعد الطفل وبتحسن كمان عضلات الصدر، اللي يعني ما فيش حد متخيل ان دي تفرق معاه، تفرق جدا عضلات الصدر، الجهاز التنفسي. فالسباحه طبعا انصح بيها، وانصح جدا ان احنا نمنع المواد الحافظه ونهتم بالتغذيه، وده في حد ذاته ان شاء الله يعني بشكل كافي. لو طفل كويس ده اكتر من كافي كمان. شكرا.